أبطال تالتة ثانوي معانا النهارده مراجعة ليلة امتحان فرع التطبيقية. إن شاء الله أهم الأسئلة اللي هتخش تلاقيها في الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله معانا النهارده مراجعة ليلة الامتحان فرع التطبيقية بإذن الله. إن شاء الله إحنا منزلين لك على القناة بتاعتنا مراجعة شاملة على الاستاتيكا بس، فيها جميع الأفكار اللي أنت عايزها، فهسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت في الفيديو، وابقى خش شوفها. تعالى بقى النهارده ناخد جولة كده بإذن الله على يعني فرع التطبيقية كله. إن شاء الله المراجعة دي هتبقى كافية وشاملة ووافية إن شاء الله إنك أنت تخش بقى الامتحان فرع التطبيقية تقفله بإذن الله تعالى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ مع بعض. هات لي بقى كشكولك تمام وآلتك وتبدا بقى تسجل معايا، لان انا في المراجعه دي مش هتكلم في السؤال واقعد احله وخلاص، لا ده انا يعني هنشوف السؤال ده ممكن يجي لنا بشكل تاني، ممكن يجي لنا بطريقه تانيه، طب ممكن يلفه كده، طب ممكن يطلب ايه، وهكذا. اتفقنا؟ طيب بسم الله نتوكل على الله مع بعض كده. بيقول لك جسم هنقرا السؤال كويس وخلي بالك احنا دلوقتي هنبدا بالاستاتيكا. الاستاتيكا الى بعض يعني الى بعض الامور انها ما بتبقاش زي الديناميكا محتاجه تحويلات، بس برضو احنا هنركز في قراءه المساله بالتحويلات بتاعتها. فبيقول لك جسم يتحرك تحت تاثير القوه ق. القاف عندك بثلاثه في متجه س واربعه متجه ص، وكان متجه ازاحته كداله في الزمن، كداله في الزمن ن بالعلاقه دي كده المتجه ف. يبقى هو كده مديني متجه الازاحه، وبيقول لك ان القوه بالنيوتن والفه بالمتر والنون بالثانيه. انا وحداتي كده مظبوطه، نيوتن متر ثانيه، كلام زي الفل. طيب بيقول انا عايز الشغل المبذول خلال الثواني الثلاثه الاولى، وعايز متوسط القدره، وعايز القدره. طيب كلام زي الفل. طيب صلي على النبي كده بالراحه. انت عندك اصلا الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي قوه، متجه القوة مضروبة في الإزاحة ضرب قياسي، صح كده؟ طيب في دلوقتي نوعين من الطلبة. الطالب هيقول لك إن القاف عندي أهي بتلاتة و4، عايز أضربها ضرب قياسي في الفه. الفه عندك الطالب بقى يعمل إيه؟ يقول لك خلال الثواني الثلاث الأولى، دي الفترة اللي هي من 0 ل3. يعني هيبقى الشغل كده عندي خلال فترة، الشغل المبذول بيكون خلال فترة، أنا كمية متجهة بيبقى عندي خلال فترة. طيب يعني كده أنا عندي النون ب3، فيقول لك انا هعوض عن النون ب3 واجيب قيمه مين؟ واجيب قيمه الف. في طالب تاني يقول لك ايه؟ لا انا هعوض زي ما هي كده، وفي الاخر خالص ابقى اعوض عن النون بايه؟ ب3. ده صح وده ايه؟ وده صح. فكده هيبقى عندك دي كده لما تعوض عن النون، انا هعوض من دلوقتي خلاص. انت لو عايز تسيبها نون زي ما هي وتعوض في الاخر هيطلع معاك نفس الناتج. نعوض عن النون ب3، يبقى متجه س هيبقى ب3، ومتجه ص 3 ربيع ب9، يبقى هنا 9 نص في 9 4 ونص، 4 ونص و3 يبقى 7 و5. حضرتك بقى لما تيجي تضرب ضرب قياسي، اكيد انت عارف طبعا من البحث، اول في اول زائد تاني في تاني، 3 في 3 ب9 زائد 4 في 7 ونص، 4 في 7 ونص هيطلع 30، يبقى كده مجموعهم بيساوي 39 جول. دي كده الشغل المبذول خلال الثواني الثلاث الاولى. كلام جميل. طب لا يا مستر حطيت جول؟ انا شغال نيوتن ومتر وحدات كبيره. طيب بيقول لك انا عايز متوسط القدره، متوسط القدره ماشي. متوسط القدره هي الشغل خلال فتره على الفتره، الشغل خلال الفتره. الشغل خلال الفتره انا جبته ب39 على الفتره الزمنيه عندك اللي هي ب3، ف39 على 3 فيطلع في الاخر 13، والقدره بالايه؟ بالوات. ده متوسط القدره. خلاص احنا كده جبنا المطلوب الاول وده المطلوب الثاني. المطلوب الثالث بيقول لك قدره القوه عند ن ب3. طيب انت عندك هنا القدره بتساوي ايه؟ القدره والله بتساوي تفاضل الشغل بالنسبه للزمن، صح ولا لا؟ ده كده قانون. طب في قانون تاني، انت عندك القدره بتساوي تفاضل الشغل بالنسبه للايه؟ للزمن. طيب كلام زي الفل. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ ممكن نقول قوه في سرعه، صح ولا لا؟ قوه في السرعه. طيب انت معاك القوه؟ معايا القوه ب3 و4، عايز اضربها ضرب قياسي في السرعه. طب مش السرعه دي بنجيبها لما بتفاضل الكلام ده؟ طب يلا فاضل الكلام ده. لما نفاضل الكلام ده هيبقى ب1، صح كده؟ تفاضل دي كده ب1. طب تفاضل دي هنزل دي قص كده، يبقى دي كده نص الاتنين 1، يبقى ن زائد 1، ن زائد 1، وعندك النون ب3، يبقى الكلام ده بايه؟ ب4. يلا بقى اضربها ضرب قياسي، 3 في 1 ب3، 4 في 4 ب16،
3 و16 يبقى 19 واط. كان في حل تاني انك انت تجيب الشغل الاول، يبقى حل اخر اهو، حل اخر زي ما قلت لك. احنا هنراجع دلوقتي، مش هنسيبك، هنحلك بكل الطرق. تفاضل الشغل. طيب احنا ممكن نجيب الشغل ازاي؟ زي ما قلت لك ق ضرب قياسي ف. القاف عندك ب3 و4، والف هسيبها زي ما هي بدلاله النون اهي، اللي هي نون ونص نون تربيع زائد نون. يلا اضرب اول في اول زائد تاني في تاني، 3 في نون ب3 نون، 4 هنضربها في ده كله، ف4 في نص يبقى 2 نون تربيع، و4 في نون ب4 نون. اجمع الكلام ده يبقى 7 نون زائد 2 نون تربيع. ده كده مين؟ ده كده الشغل. روح بقى عشان تجيب القدرة، هتقول تفاضل الشغل بالنسبة للزمن. لما تفاضل الكلام ده هيبقى 7 زائد 4 نون. حط مكان النون 3، 4 في 3 بكام؟ ب 12، 7 زائد 12 19 واط. خلاص، يبقى الحل ده حل آخر عشان تجيب بيه الشغل والقدرة. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده، سؤال جميل ومهم. السؤال اللي بعديه بيقول لحضرتك أثرت قوة ثابتة ق على جسيم بحيث كان متجه ازاحته يعطى كداله في الزمن بالعلاقه. هو الراجل مديني متجه الازاحه 3 نون تربيع زائد نون متجه س ناقص 4 نون متجه ص. اوجد قيمه ق اذا كانت قدره القوه ق ب 75 ارج لكل ثانيه. خلي بالك هنا الوحدات مهمه جدا، قال لك ارج يبقى انت شغال وحدات صغيره، يبقى القوه عندك هتبقى كده بالداين، والمسافه هتبقى بالسنتيمتر. والنون عندك اهي 4 ثواني، وكانت قدره القوه ق تساوي 165 ارج عند نون بتساوي 9، علما بان ف مقاسه بالسنتي والقاف بالداين. طيب صلى على النبي بقى كده وروق وركز معايا. اولا من قراءه المساله انا مش معايا الا ازاحه ومعايا 2 قدره، صح الكلام؟ طيب القوه مش معايا، فايه رايك كده نيجي مع بعض كده بسم الله ونقوم نفرض ان متجه القوة بيساوي أ في المتجه س زائد ب في المتجه ص. أنا مش معايا القاف ففرضتها. طيب ما أنت عارف يا صديقي إن القدرة بتساوي ق ضرب قياسي ع. طيب القوة يا صديقي عندك بأ وب، اضربها ضرب قياسي في العين، والعين هو تفاضل الإزاحة بالنسبة للزمن. يلا بينا نفاضل الإزاحة بتاعتنا. لما نفاضل الإزاحة هنا هتبقى دي كده تفاضلها 6 نون زائد 1، دي كده مركبة س. طيب مركبة الصاد هتبقى بسالب 4. يلا بقى نضرب الكلام ده ضرب قياسي مع بعض. هنضرب الأول في الأول والتاني في التاني. أ في ده كله هيبقى 6 أ ن زائد أ ناقص 4 ب. الكلام ده كله بيساوي القدرة في الحالة الأولى ب 75. الكلام ده كله عند ن ب4. عوض عن ن هنا ب4، 4 في 6 ب 24، 24 أ و1 أ يبقى 25 أ ناقص 4 ب بتساوي 75. كده يا صديقي احنا جبنا من المعلومات الأولى المعادلة الأولى. هنعيد بقى نفس الخطوات دي مرة كمان عشان نعوض بالقدرة الثانية، فيطلع لك معادلتين تحلهم مع بعض تجيب أ وب. وطالما جبت أ وب يبقى أكنك جبت القوة. طيب نكمل كده. يبقى القدرة في الحالة الثانية برضو بتساوي القاف ضرب قياسي ع. القاف عندك اللي احنا فرضينها بأ وب، والعين اللي احنا اجتهدنا وجبناها ب6 ن زائد 1 وسالب 4. اضرب بقى هيطلع نفس الخطوات اللي فوق اللي هي 6 أ ن زائد أ ناقص 4 ب، ولكن هنساوي الكلام ده كله ب 165. الكلام ده كله عند ن بكام يا صديقي؟ عند ن ب9. عوض عن ن ب9، 6 في 9 ب 54، وعندك هنا كمان واحد يبقى 55 أ ناقص 4 ب. الكلام ده كله بيساوي 165. صديقي الكلام ده كله دي المعادلة الثانية. حضرتك هتمسك آلتك اللي في ايدك دلوقتي وتدوس معايا مود 5 1 عشان نحل المعادلتين مع بعض. يلا اول معادله او المعامل أ 25 بتساوي سالب 4 بتساوي 75 بتساوي، بعد كده 55 تساوي سالب 4 تساوي 165 تساوي تاني. هتطلع يا صديقي قيمه الأ بتساوي 3 وقيمه الباء بصفر. وبكده تبقى متجه القوة عندي طبعا مفيش متجه للصاد خلاص، فيبقى كده عندي 3 المتجه س، وهو ده المطلوب يا صديقي. وكده تكون المسألة بتاعتنا انتهت. السؤال اللي بعديه
طبعا زي ما انت شايف افكار جميله جدا. الله، السؤال بقى اللي جاي سؤال جميل، سؤال حلو، ممكن يكون مرسوم وحضرتك ترسمه، فاحنا هنجيب لك مساله كده ومساله كده. نقرا السؤال مع بعض. بيقول لك الف ب سلم منتظم. ده كلام ممتاز جدا. سلم منتظم يبقى على طول تجري، وزنه يؤثر في المنتصف. كلام جميل. وزنه 3 ثقل كيلو جرام، يستند على حائط املس وعلى ارض افقيه ملساء. يبقى انا كده يا صديقي الحاله دي عندي الوزن بيؤثر في المنتصف، وعندي الحيطه والارض الاثنين ملساء، مفيش هنا معامل احتكاك نهائي. بيقول لك اوجد مقدار القوه ق التي تمنع السلم من الانزلاق عندما يصعد رجل وزنه 70 ثقل كيلو جرام مسافه 3/4 طول السلم. الراجل هنا ما اداش طول السلم، ملوش اي لازمه. حضرتك في البدايه خالص هتقول نفرض ان طول السلم بيساوي 4 لام. كلام جميل، كلام جميل. تعالى بقى نصنف الكلام ده في الرسم. ده الوزن اهو اللي بيأثر في المنتصف قدامك اهو، وده الرجل اللي يصعد 3/4 السلم، فالحته دي هتبقى بلام، ودي بلام، ودي ب2 لام. كلام زي الفل، كلام زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا دي راء واحد، ودي ب، ودي ج، ودي الف. تكمله الرسمه كده عشان الدنيا تبقى زي الفل. بص يا صديقي، انا بشتغل معاك من اول السنه بطريقه معينه. ايه هي الطريقه دي بقى؟ بروح اطلع الايه المعادلات بتاعتي كده في صوره احداثيات. هات لي اليمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت، صح كده ولا لا؟ في حاله الاتزان. ما هو في حاله الاتزان بيطلع حاجتين، يمين بيساوي شمال، فوق بيساوي تحت، والعزوم حول اي نقطه بيساوي صفر. حصل الكلام ده الفل. ما بيقول لك هو لا تمنع السلم من الانزلاق، يعني حصل له اتزان. عشان يحصل اتزان لازم يمين يساوي شمال وفوق بيساوي تحت. طيب مين اللي على ايدك اليمين؟ ايدك اليمين راء واحد. مين اللي على ايدك الشمال؟ القاف. مين اللي فوق؟ راء اتنين. مين اللي تحت؟ 30 و70 اللي هم 100. كده يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت، يبقى كده راء واحد بتساوي قاف، وريه 2 بتساوي 100. كلام زي الفل. بعد كده بقى تعالى نختار العزوم حول اي نقطه، صح كده؟ حول اي نقطه. الطلبه كلها بتحب النقطه بقى ليه؟ عشان بتلغي معاك القوه دي بتبقى عزمها بصفر، وكمان القوه دي بتبقى عزمها بصفر. يبقى العزوم حول ب بتساوي صفر. يلا بينا ناخد الاتجاهات. ركز. القوه اللي فوق مع الساعه يبقى بالسالب، يبقى سالب ر واحد في الذراع بتاعها. الذراع بتاعها حضرتك مش القوه دي افقيه، يبقى الذراع بتاعها راسي اللي هي الحته دي. هيبقى الوتر في جهه الزاويه، الوتر ده كله اللي هو 4 لام جا 45. طب جميل، لسه عندك بقى القوتين دول. ضد عقارب الساعه يبقى بالموجب، يبقى موجب 30. الذراع بتاعها دي راسيه، يبقى الذراع بتاعها افق، يبقى ده كده بالنسبه للزاويه مجاور. يبقى الوتر في جتا الزاويه، الوتر في جتا الزاويه يبقى 2 لام جتا 45. الكلام ده زائد. ليه زائد؟ عشان ده برضو ضد عقارب الساعه. يبقى موجب 70. عندك الوتر هيبقى 3 لام جتا الزاويه برضو. الكلام ده كله بيساوي صفر. ركز بقى معايا. عندك في حاجات يعني هنكنسلها مع بعض، اللام والجا 45، اللام والجاتا 45، واللام والجاتا 45. ليه؟ عشان الجا 45 وجاتا 45 الاثنين زي بعض. فكده اتبقى لي في المساله سالب 4 ر واحد زائد هنا 30 في 2 ب 60 زائد 70 في 3 ب 210. الكلام ده كله بيساوي صفر. ممكن نختصر يبقى سالب 4 ر واحد زائد 270. الكلام ده كله بيساوي صفر. يبقى 4 ر واحد بيساوي 270. هنقسم هنا على الأربعة وهنا على الأربعة، وتشوف بقى 270 على الأربعة هتطلع 67 ونص تقريبا، يعني 270 على الأربعة فتطلع 67 ونص. والتمييز بتاعنا يا أصدقائي احنا هنا شغالين بالثقل كيلو جرام. طالما جبت راء واحد هو عايز القوة، ما هي راء واحد هي القوة، يبقى أكنك جبت القاف وهو المطلوب. وكده مسألتنا انتهت. أتمنى تكون يعني فهمت التفصيل اللي احنا قلناها. رسمتنا طلعنا اليمين بيساوي شمال، فوق بيساوي تحت، والاتزان والشغل بتاعك مظبوط اهو قدام عينيك. السؤال اللي بعده سؤال 4 سلم برضو، بس الحقيقة الرسمة ما كانتش مرسومة، احنا اللي رسمناها. فتعال نقرا السؤال ونتعلم نرسم. يقول لك يرتكز السلم منتظم. تمام؟ يبقى الوزن بيؤثر في المنتصف، فانا بدات انزل وزنه في المنتصف. فهفرض بقى ان طول السلم اهو، سلم اسمه ا ب، وهو طبعا بيكون هنا عمودي، ولكن الراجل بيقول لك بطرفه ا على ارض افقيه خشنه.
يبقى في هنا معامل احتكاك تمام، وبطرفه به على حائط املس، يبقى الحيطه ملساء، بحيث يكون السلم في مستوى رأسي عمودي على الحيطه ويميل على الارض بزاويه قياسها 45، اي الزاويه قياسها 45. طيب اوجد مقدار اقل قوه افقيه تؤثر عند طرف السلم لكي تجعله على وشك الانزلاق بعيدا عن الحائط. يبقى في قوه اهي كانت مبتعده عن الحائط. وعندك هنا 3/4 اللي هو معامل الاحتكاك السكوني ر 2 عشان ده رد فعل الارض، وهنا ر 2 هي ر 1. طب ليه حطيت هنا ق في الاتجاه ده؟ هو اللي قال اهو بعيدا عن الحائط، يبقى لازم قوه الاحتكاك الحركه ماشيه كده، يبقى قوه الاحتكاك بتبقى عكس اتجاه الحركه. تمام يا شباب؟ تمام زي الفل. طيب كده احنا هنطلع معادلات الاتزان بتاعتنا. يلا نطلع بقى الرسمه بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها. هات لي اللي على ايدك اليمين، في 2 على ايدك اليمين، القاف وراء 1 اهو، يبقى هنا في قاف زائد راء 1. طب فين اللي على ايدك الشمال؟ اهي 3/4 راء 2. لما تعمل الخطوه دي هتريحك في الموضوع ده. هات اللي فوق بيساوي اللي تحت، اللي فوق راء 2 واللي تحت 40. يلا الاغنيه بتاعتنا يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت، يبقى راء 2 بتساوي 40 وقاف زائد راء 1 الكلام ده كله بيساوي 3/4 راء 2. ممكن هنا نعوض عن راء 2 ب 40، يبقى ق زائد راء 1 الكلام ده كله بيساوي 3/4 في 40. لما نختصر يطلع الكلام ده ب 30، يبقى راء 1 بتساوي 30 ناقص ق. ده كده ان احنا طلعناه من معادلات الاتزان. طيب في عندك ايه؟ قال لي كمان العزوم حوالين الف، ده النقطه دي ممتازه. ليه؟ لغيت لي القاف، لغيت لي دي، لغيت لي ر 2، بقى عندك حاجتين بس قوتين تجيب بيهم العزوم، يبقى العزوم حوالين الف بيساوي صفر. يلا شغل نفسك كده، الاتجاه بتاع راء 1 بالسالب يبقى سالب راء 1 في، ما تنساش انا فارض ان طول السلم 2 لام، يبقى ده بلام وده بلام. طيب قلنا دي افقيه يبقى الذراع بتاعها ايه؟ راسي، وده بالنسبه للزاويه مقابل، يبقى الوتر كله يبقى 2 لام جا 45. طب القوه ضد عقارب الساعه يبقى بالموجب، موجب 40 في القوه دي ايه؟ راسيه، يبقى العمود بتاعها افقي يبقى جتا، يبقى الوتر بتاعها لام، يبقى لام جتا الزاويه. الكلام ده كله بيساوي صفر. اتفقنا الجا والجتا زي بعض، هما واللام بيطيروا مع بعض. فكده اتبقى لحضرتك ان سالب 2 راء 1 سالب 2 راء 1 زائد 40 الكلام ده كله بيساوي صفر. يبقى 2 راء 1 بيساوي 40، ومن هنا يبقى الراء 1 بيساوي 20. هو عايز بقى هنا الراء دي كده الراء 1. هو عايز بقى مني في السؤال اوجد مقدار اقل قوه. ماشي تعال نجيب اقل قوه. كان ممكن نودي ده هنا، يعني المعادله دي ممكن تتظبط ازاي؟ نقول له ان ق زائد راء 1 بتساوي من هنا 30، يبقى ق بتساوي 30 ناقص راء 1. تعال نعوض بقى، يبقى ق بتساوي 30 ناقص كام؟ احنا جبنا راء 1 بكام؟ ب 20. 30 شيل منهم 20 يبقى ق بتساوي 10، والتمييز بتاعنا باذن الله نيوتن. كلام زي الفل. يلا بينا السؤال اللي بعده، سؤال رقم 5. سؤال جميل وحلو، ركز بقى معايا. بيقول لك ا ب بتساوي ه ب وهما الاثنين بيساوي 6. تعال نحط الكلام ده على الرسم. ا ب اهي دي كده ب 6 سم، وب ه 6 سم، تمام، وج ه ب 2، يبقى كده حضرتك ده كله كده ب 8 سم، وده مثلث قائم، فحضرتك تقدر تجيب الوتر ده باستخدام نظريه فيثاغورس. يبقى في بدايه الحل كده هقول له ان ا ج بتساوي الجذر 6 تربيع زائد 8 تربيع، الكلام ده كله هيطلع بكام؟ ب 10 سم. يبقى انا كده معايا الوتر ده كده ب 10 سم، وهفرض ان دي كده بسيتا. في هنا بقى نوعين من الطلب. الطالب الاولاني بيروح حضرتك هو عايز العزوم حوالين ها، فبيروح يسقط عمود من هنا كده اهو، ويسمي مثلا الحته دي واو، وهو ده الذراع اللي احنا عايزين نجيبه فهسميه لام. ده الطالب انا بحب اعمل الزراعه، اسقط عمود واشغل الدنيا، وده نوع من الطلبه بتعرف تسقط زراعه وبتعرف تجيب طول. كلام زي الفل، كلام زي الفل. في نوع من الطلبه الثانيه اللي بتروح تحلل القوه. طيب فهتحللها هنا بالجتا وهنا بالجا، القوه دي لما تيجي تتحلل هتتحلل كده في الاتجاه ده بالجتا وفي الاتجاه ده بالجا، بس عزم ده هيتلغي عشان في اتجاه الهاء، وانت هتروح تجيب عزم وده الذراع بتاعه يبقى الحته دي كلها. خلاص، في ده شغل شغال تمام، وفي طالب هيعمل كده. ده صح وده صح.
انا بحب اشغل الدنيا على الدماغ كده والدنيا تبقى حلوه، اسقط عمود هات طوله، خلص الموضوع. فانا وانت يا صديقي محتاجين نجيب طول هذا الذراع. يبقى الذراع بتاعنا اللي هو لام. طيب اللام ده بالنسبه لنا ايه؟ ركز كده معايا الله يكرمك. الوتر في جهه زاويه، او ده بالنسبه لزاويه مقابل، وده الوتر اهو، ده الوتر. المثلث احنا شغالين في المثلث ده. كلام زي الفل، كلام زي الفل. الوتر في جهه زاويه يبقى 2 اهو الوتر جهه سيتا. طب يا مستر جهه سيتا اجيبها منين؟ من المثلث الكبير. السيتا دي زاويه مشتركه بين المثلث واو ج ه والمثلث ا ب ج. يبقى انا هروح اجيب السيتا دي من المثلث الكبير. عند حضرتك الجا بتساوي مقابل على وتر، يبقى 6 على 10. تعال نختصر كده على الاثنين فعل واحد على الاثنين فعل 5. يبقى الكلام ده كله بيساوي 6 على 5. عايزين نبسطها اكتر فهيبقى 1.2 سم. ده الذراع بتاع حضرتك. كلام زي الفل. عايز انت ايه بقى؟ عايز العزوم حوالين ه. كلام زي الفل. العزوم حوالين ه بيساوي، هناخد الاتجاه بتاعنا هيبقى ان شاء الله بالموجب ضد عقارب الساعه 20 في الذراع 1.2 بس، ويطلع بقى الناتج زي ما يطلع 20 في 1.2 فيطلع الناتج 24. وده كده قيمه العزم بتاع حضرتك. يبقى انت كده كان عندك حلين زي ما قلت لك، تسقط عمود وتجيب طول العمود زي ما انا جبته، يا اما تروح تحلل القوه زي ما قلت لك هتحللها في الاتجاه ده هتبقى 20 جتا سيتا، وهتبقى في الاتجاه ده 20 جا سيتا. دي كده كده هتبقى مش موجوده خلاص، ده الحل الاخر. تمام. هتقول له بقى ده كده هتبقى شغاله برده بالموجب، يبقى 20 في الجا اللي هي مقابل على وتر في الذراع بتاعها اللي هو ده. حط كده الكلام ده هيطلع نفس الناتج. بص الصفر ده طار مع الصفر ده، 2 في 6 ب 12. تمام. 12 2 في 6 ب 12. 12 في 8. تمام. ثواني كده، احنا قلنا ال 20 جا سيتا في الذراع بتاعها، الذراع بتاعها يبقى 2. الذراع بتاعها يبقى 2 ليه؟ الذراع بتاعها يبقى لحد هنا بس، انا خدت الذراع ده كله اهو. 2 في 6 ب 12، 12 في 2 ب 24 هيطلع نفس الناتج. ادي حل وادي حل والاثنين هيطلعوا لك نفس الناتج. طيب السؤال اللي بعده اهم الاسئله يا شباب ان شاء الله باذن الله، الاسئله المتوقعه في امتحان التطبيقيه باذن الله تعالى. طيب بسم الله. ده بيقول لحضرتك ده مستطيل، ولسه ان شاء الله عامل لك سؤال حلو جدا، سؤال انت يعني بتقع فيه شويه اللي هو السداسي، وهلمه لك بكل الاشكال بتاعته هندسيا، الذراع بتاعه والدنيا بتاعته كلها. فما تقلقش ان شاء الله المراجعه دي شامله ووافيه وكافيه ان شاء الله. بيقول لك ا ب ج ده المستطيل فيه ا ب ب 6. طيب تعال نحط الاطوال بتاعتنا كده. ا ب دي كده ب 6 سم، كلام زي الفل، وب ج كلها ب 8، دي كده كلها ب 8 يبقى دي كده كمان ب 8. خلاص. وبيقول لحضرتك ان دي كده ب 2 يبقى دي كده ب 6، ودي كده كمان ب 6، كلام زي الفل. فبيقول لك اثرت مجموعه من القوى بنيوتن كما بالشكل كده الرسمه مرسومه. خط عمل المحصله يمر بالنقطه اهي، كلام زي الفل. هنا بقى عندك قانون العزوم، قانون مهم جدا ده تحل بيه الاستاتيكا كلها والله. ايه بقى؟ مجموع العزوم حول لمجموع العزوم بتاعت القوة بتساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. مجموع عزوم القوة حول نقطة بيساوي مجموع عزوم المحصلة عند نفس النقطة. وبما ان النقطة اللي بتمر بها المحصلة هي النقطة ه، فدي معناها ان العزوم حوالين ه بتساوي صفر. يبقى احنا كده نروح ناخد العزم حوالينها. تعال نتاكد ان العواميد او الذراع بتاعنا موجود. ان شاء الله القوه دي هتبقى ملغيه عشان في نفس خط عمل القوه، فانت نفس خط عمل النقطه، اسف. يبقى عندك كده القوه 4 والقوه ق والقوه ق، دول كده كلهم ان شاء الله الأذرعة بتاعتهم موجوده. يلا بقى نجيب الذراع العزم على طول. الاربعه هتبقى مع الساعه يبقى سالب 4 في دي كده رأسيه، يبقى الخط بتاع افق لحد ها يبقى 6. طب هات لي دي، يبقى دي كده بالموجب، دي ضد عقارب الساعه، يبقى موجب ق في. انت دي شغال معاها كده رأسي، يبقى الذراع بتاعها عمودي لحد الهاء 2. دي كده تبقى شغاله بالموجب ضد عقارب الساعه. في الذراع بتاعها هيبقى هتسقط عمود من هنا، هو نفسه ده اللي هو ب 6، الكلام ده كله بيساوي صفر. يلا نشغل بقى دنيتنا كده. سالب 4 في 6 بسالب 24، زائد 2 في ق ب 2 ق، زائد 6 ق، الكلام ده كله بيساوي صفر. يبقى 8 ق بتساوي 24، ومنها تبقى القاف بتساوي 3 نيوتن. يبقى الإجابة يا صديقي 3. السؤال اللي بعده
سؤال رقم 7 اهو، ده السؤال اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، سؤال السداسي. تعالى بقى ندردش شويه كده مع السداسي هندسيا. بسم الله. الراجل بيقول لك سداسي منتظم، طبعا لازم يبقى منتظم طبعا. طول درعه 10 سم، كلام زي الفل. بص بقى بالراحه كده. اولا السداسي جميع اضلاعه متساويه، وكل زاويه من زواياه ب 120. ولو حضرتك نزلت كده اي حاجه بتنصب الزاويه خلاص. طيب يعني مثلا شايف القوه دي كده، ممكن تنزل لها ذراع من هنا وتمد بقى دي كده ب 120، يبقى انت لو نزلت ذراع من هنا دي 120 دي ب 60، تقفل كده يبقى دي ب 30، ده عمودي ب 90 كده. فاهم؟ تعرف تشتغل الدنيا. طيب تمام. في حاجه كمان، بص لو انت عايز تجيب العزوم حوالين الواو مثلا الحته دي الذراع اللي انت هتنزله ده كده بيكون طوله نص لام. ولو انت عايز تجيب مثلا قوه من هنا فيبقى الذراع بتاعها كده، فالحته دي كده بتبقى 1.5 لام. ماشي؟ يبقى الحته دي دايما 1.5 لام، دي نص لام. طيب ماشي. في حاجه كمان، ايه ده كده ب 2 لام. خلاص. في حاجه ده كده ب2، ده كده القطر ده ب2 لام. في اقطار تانية بتبقى بجذر 3 لام، اللي هي الاقطار بتبقى من هنا ومن هنا. ماشي؟ هنا عندك الزاويه دي ب90، ولما تيجي توصل دول كده بتتقسم 30 30 30 30. ليه؟ عشان يبقى ده كله بكام؟ ب 120. تمام؟ زي الفل. خلاص. ده كده قصه الايه؟ ده كده قصه السداسي. تعال بقى نشوف هو عايز ايه. هو عايز العزوم حوالين ب. كلام جميل. تعال نجيب العزوم حوالين ب. العزوم حوالين ب دي شكرا ليها، مش عايزها في حاجه. تعال نجيب الجميله الحلوه القوه دي. القوه دي ضد عقارب الساعه بالموجب. فين الذراع؟ مش دي رأسيه وده كده عمودي، يبقى الذراع بتاعها افقي اللي هو ده. مش ده الف ب طول الضلع، طول الضلع اللي هو 10. طب دي زي الفل. تعال بقى لدي، هل دي الذراع بتاعها موجود؟ لا. تعال نجيب احنا الذراع بتاعها. ركز بقى معايا وانا بعمل ايه؟ عمود من هنا كده اهو. همد القوه دي على استقامتها كده واسقط عمود اهو. العمود ده حضرتك ده اللي انا عايز اجيب طوله، صح كده؟ تمام. تعال بقى ركز معايا. ده زاويه السداسي ب 120، دي كده ان شاء الله ب 60، دي كده من بقيه زوايا مثلث 30. انا كده شغال على المثلث ده. فين الوتر بتاع المثلث ده اللي هو 10 سم اللي هو طول ضلع السداسي؟ فين الذراع اللي انت عايز تجيبه؟ ده الذراع اللي انا عايز اجيبه، ده اللي هو الحته دي. طب هجيب الذراع ده منين؟ بسيط. الوتر في جهه الزاويه عشان ده مقابل. هات لي بس الاشاره بتاعت دي كده تبقى بالسالب، يبقى سالب 5 جذر 3 في الوتر 10 في جا 60 اللي هو جا الزاويه. نحسب بقى الكلام ده كله. 10 في 10 بتساوي 100 ناقص هتبقى 5 جذر 3 في 10 في جا 60. جا 60 بجذر 3 على الاثنين، في 10 ب 5 جذر 3. 5 جذر 3 في 5 جذر 3 هيبقى 5 جذر 3 في 5 جذر 3. حط بقى تبقى 100 ناقص 75، فيطلع الكلام ده كله بيساوي 25 وحدة عزم. خلاص يا صديقي. ده كده الذراع بتاعك اهو والدنيا معاك. برضو هنا نفس الكلام. لو انت كنت بتاخد العزوم هنا وانت بتاخد العزوم حوالين الف، وهو مثلا كان في قوه هنا فهتمد دي على استقامتها وتنزل عمود كده، تبقى نفس القصه. دي ب 60 دي ب 30 وهكذا. تمام كده؟ تمام. ادي قصه السداسي كلها بحذافيرها. اتمنى تكون سجلت كل اللي انا قلته ده عشان وانت بتذاكر تراجع معايا واحده واحده. زي ما قلت لك واحنا شغالين في السؤال بنمسك السؤال نفنطه رايح جاي يمين وشمال. خلاص؟ طيب بسم الله. السؤال اللي بعده بيقول لك عزم عند الف العزوم حوالين الف ب 400 نيوتن في سنتي، فان اقل قيمه للقوه. طب ركز بقى عشان السؤال ده جميل قوي. ركز الله يبارك لك كده معايا وروق. اولا انا عشان اجيب اي عزوم ان شاء الله لازم حضرتك تكون في عندك الذراع بتاعها. طيب انت بتاخد العزوم حوالين الف اهو، يبقى انا اسقط عمود من هنا. ادي العمود اهو عند حضرتك اهو. احنا بقى محتاجين هنسمي ده مثلا لا. احنا بقى محتاجين نجيب الذراع ده. الوتر في جهه الزاويه، ماشي. يبقى الذراع بتاعي اللي هو لام بتساوي الوتر فين المثلث قائم ده الوتر اهو 20 جا سيتا. خلاص. تعالى بقى نجيب الايه العزوم. العزوم حوالين ايه الف، يبقى العزوم حوالين الف بتساوي 400. هو اللي قال. يلا شغل القوه هتبقى بالموجب، يبقى ق في اللام اللي هي 20 جا سيتا. الكلام ده كله بيساوي 400. انت عايز من هنا القاف صح؟ يبقى هقسم هنا على 20 جا سيتا وهنا على 20 جا سيتا، يبقى القاف بتساوي، تعالى كده نختصر 400. الجا سيتا سيبها زي ما هي، 400 على 20 فيها ال 20. ركز بقى معايا في المعلومه اللي انا هقولها عشان المعلومه دي في غايه الاهميه.
هو بيقول لك انا عايز اقل قيمه للقوه، اقل قيمه للقوه ماشي، وعايز اقل قيمه للقوه ق. علشان دي تبقى اقل قيمه لازم تبقى الجا سيتا اكبر قيمه ليها. طيب اكبر قيمه ليها طبعا دي زاويه حاده، وهتبقى الفتره بتاعه الجا سيتا هنا بتنتمي للفتره من 0 ل1. فممكن تبقى 0 نص 1 اكبر قيمه 1، يبقى كده ق اللي هي اقل قيمه للقاف هتساوي 20 على 1 فيها 20 نيوتن. دي كده اقل قيمه. طيب فلنفترض ان هو في مساله ثانيه قال لك انا عايز اكبر قيمه. اكبر قيمه حضرتك للقاف هتقول له بتساوي 20 على نص، يبقى تحط مكان الجا سيتا نص عشان تطلع ب 40. خلاص، يبقى دي كده اقل قيمه ودي كده اكبر قيمه. طيب السؤال اللي بعده، قوتان ق واحد تؤثر في النقطه دي وقوة 2 بتؤثر في النقطة دي، فإن خط عمل المحصلة يقطع أ ب في النقطة إيه؟ طيب كلام جميل. المسألة دي ليها حل بسيط وليها حل طويل جدا، إحنا إن شاء الله هنقول الحل البسيط. إيه الحل البسيط؟ إن حضرتك هتفرض إن خط عمل المحصلة يؤثر في النقطة مثلا ولتكن لام وميم. خلاص كده؟ تمام. فإحنا هنعمل إيه بقى؟ حضرتك هتجمع الإيه؟ هتضرب الإحداثي السيني، الاحداث السيني بتاع القوه 1 في نقطه تاثيرها، زائد الاحداث السيني لقاف 2 في نقطه تاثيرها، في الاحداث السيني في نقطه تاثيرها بيساوي المحصله الاحداث السيني بتاعها في نقطه تاثيرها. ازاي انا مستر؟ هقول لك انا واحده واحده. فاحنا عندنا الاول تعال نجيب المحصله بتساوي ايه؟ ق 1 زائد ق 2 صح كده؟ تعال نجمع س مع س ص مع ص، يا ريت تركز س مع س اهي، مركبه س هنا 2 هنا سالب 6 يبقى كام؟ يبقى كده سالب 4، دي كده مركبه الس. مركبه الصاد سالب 3 زائد 9 يبقى 6. وتؤثر اهو في النقطه هنسميها مثلا ج ولتكن لام وميم. ماشي كده؟ بص بقى انا هعمل ايه؟ هاخد الاحداث السيني هنا هضربه في نقطه التاثير هنا الاحداث السيني، واخد السين من هنا اضربها في السين من هنا واساويها بالسين من هنا في السين من هنا. فهمت كده انا هعمل ايه؟ واجيب لا. يبقى تاني كده بالراحه، هنقول 2 في سالب 1 اهي، 2 في سالب 1 زائد القاف الثانيه اهي سالب 6 في 3. الكلام ده كله بيساوي المحصله اللي هي سالب 4 في اللام. نقدر بقى من هنا نجيب اللام، ممكن تشغل السولف على طول. يا اما تعالى نحسب بدماغنا، دي سالب 2 ناقص 18، الكلام ده كله بيساوي سالب 4 لام، هقسم على سالب 4 للطرفين عشان ننجز. يبقى من هنا اللام هتساوي سالب 20 على سالب 4 يبقى فيها الخمسه. كده احنا جبنا اللام بخمسه. بنفس الطريقه ونفس اللعبه هنجيب صاد. يلا نضرب الصاد هنا في الصاد هنا، يبقى سالب 3 اهو بالخطوات اهو، سالب 3 في 4 زائد 9 في سالب 2. الكلام ده كله بيساوي 6 في م. هنقسم هنا على ال6 وهنا على ال6، فتطلع الميم بتساوي سالب 3 في 4 يبقى سالب 12 ناقص 18 على ال6، فيطلع الناتج ده كله هيطلع سالب سالب كام ده كده؟ سالب 30 على ال6 فيها السالب 5. يبقى كده نقطة التأثير هتبقى 5 وسالب 5. عرفت ازاي تجيب خط عمل المحصلة؟ يبقى خط عمل المحصلة يقطع أ ب في النقطة 5 وسالب 5، أو ممكن تكتبها كده أهو 5 مركبة س ناقص 5 في مركبة ص. دي برضو اسمها معادلة خط عمل المحصلة أهي، معادلة خط عمل المحصلة، ودي تقع فيها النقطة دي. ماشي يا شباب؟ ماشي. السؤال اللي بعده، الراجل بيقول لحضرتك هنا بقى ركز، هنا القوى المتوازية عندك حالتين، يا اما يكون الاثنين القوتين عكس بعض في الاتجاه او القوتين في نفس الاتجاه. ركز بقى عشان في شويه اسئله حلوه هنا كده. طيب بيقول لك ق بتساوي ايه والج بتساوي ايه. ماشي، تعالى بقى نركز كده واحده واحده. ق بتساوي ايه وب ج. ب ج هو عايز طول ب ج بتساوي كام سنتي. ماشي زي الفل. واحده واحده من الرسمه اللي قدامنا واضح ان طبعا القاف دي اكبر. ليه؟ عشان هي اللي في اتجاه المحصله، اللي بتبقى في اتجاه المحصله بتبقى القوه الاكبر. طيب يبقى كده الحاء بتساوي القوة الأكبر ناقص القوة الأصغر. المحصلة عندك ب2 والقاف بتساوي والقاف ناقص 10
يبقى ق ناقص 10 بيساوي 2. عدي دي الناحية التانية، يبقى من هنا ق بتساوي 12. ده المطلوب الأول كده خلص. هو عايز مني طول ب ج. طيب في عندك حلين، يا إما تقسم، ركز بقى في اللي هقوله. الحل الأولاني إنك هتقول مجموع عزوم القوى حول نقطة بتساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. يعني أنت مثلا ممكن تاخد العزوم عند حول أ بيساوي عزم المحصلة عند أ. تمام كده؟ وتفرض دي بس وتشتغل. خلاص ده حل. الحل الثاني هتقول اللي انا هقوله لك ده بقى، القوه 10 على القوه 10 على البعد ما بين القوى الاخرى والمحصله اللي هو مين؟ اللي هو ب ج، بتساوي القوه ق على البعد ما بينها ما بين القوى الاخرى والمحصله اللي هو ا ج. الكلام ده كله بيساوي المحصله اللي هي 2 على البعد بين القوتين اللي هو ب 20. كده تقدر تجيب طول ب ج اللي هو عايزها وطول ا ج. هو عايز مين في المساله؟ هو عايز ب ج بس. فانا لو عايز اجيب ب ج هعمل ده مع ده مقص، يبقى اقول له ب ج بتساوي 10 في 20 10 في 20 على الاثنين. دي كده هيبقى 200 على الاثنين بتساوي 100 سم. يبقى كده طول ب ج بتساوي 100 سم. ماشي كده يا شباب؟ تمام. ده لو انت عايز تشتغل بالطريقه دي. بالطريقه الثانيه هتقول له العزوم القوه، ده حل اخر. ها كده المساله خلصت، ده 100 سم خلاص. عزم القوة حول نقطة بتساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. ماشي؟ أنا مثلا هاخد العزوم حوالين أ، فطبعا القوة دي اتلغت. يبقى أنت كده معاك القوة دي إحنا جبناها ب 12، يبقى 12 في البعد بتاعها 20. المحصلة ب 2 في البعد بتاع الحتة دي كلها أسمي دي س، يبقى س زائد 20. الكلام ده كله بيساوي ده كده، ده بيساوي ده. بس وبعد كده تدي الكلام ده سولف على الآلة هيطلع معاك نفس ده. تعال نتأكد كده، 12 في 20 اهو ب 240. الكلام ده كله بيساوي 2 في س زائد 20. هنقسم هنا على الاثنين هنا على الاثنين، يبقى 100. ده كده 100 وجه 120 بيساوي س زائد 20. وديها بعكس الإشارة يبقى س اللي هي ب ج بتساوي 100. أو ده حل وده حل آخر. طبعا الحل ده أسرع عشان تحل بيه على طول، وده حل اللي هو حل بالعزوم اللي أنت عايزه حل بيه. مفيش أي مشكلة. السؤال اللي بعده السؤال رقم 11، سؤال جميل. بيقول لك قوتان متوازيتان ماشي تؤثران عند أ. كلام جميل. قوتين متوازيتين يؤثرين عند أ وب، يعني واحدة بتؤثر عند أ وفي بقى لسه واحدة بتؤثر عند ب ما اعرفش مكانها فين. بتنتمي لأ ج ماشي، والمحصلة بتساوي ق. طيب بص بقى، لما يقول لك الكلام ده يبقى ضروري بنسبة 100% لازم القوة الثانية تبقى فوق في اتجاه المحصلة، لازم تبقى هي القوة الأكبر بإذن الله. يبقى هنحط مثلا هنا كده قوة، هنا دي القوة الأكبر اللي هي هنسميها ق في 2 بقى عند ب، تؤثر عند ب. طيب كلام جميل. خلاص هو بيقول لك أنا عايز طول ب ج، هو عايز طول بقى ب ج ماشي. طيب كلام زي الفل. ركز بقى معايا كده عشان الدنيا تتفهم معاك بنسبة 100%. طيب احنا اتفقنا اتفاق اللي هو ايه؟ ان المحصلة بتساوي القوة الأكبر ناقص القوة الأصغر، والمحصلة عندك بقاف، يبقى كده ق 2 بتساوي 2 ق. خلاص كده يبقى انا كده معايا ق 2 ب 2 ق. وبعدين خلاص بقى احنا اتفقنا عندك حلين زي المثال اللي فات. العزوم حول اي نقطة، عزوم القوى حول اي نقطة بيساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. او تشتغل بالطريقة اللي انا قلت لك عليها اللي هي ايه؟ اول حاجة بتجيب القوة ق اهي، اللي هي القوة اللي انت واقف عندها ق اهي، على البعد ما بين القوة الأخرى والمحصلة اهي، القوة الأخرى والمحصلة اللي هي ب ج. الكلام ده بيساوي القوة اللي أنت عندك اللي هي 2 ق على البعد بين القوة الأخرى والمحصلة، يبقى أ ج اللي هي بكام؟ أ ج اللي هي ب 32، أ ج كلها ب 32. الكلام ده كله بيساوي المحصلة اللي هي ق على البعد بين القوتين اللي هي أ ب. كلام زي الفل. هو عايز مني مين؟ ب ج. خلاص الغي دي واعمل المقص هنا.
يبقى كده ب ج بتساوي 32 ق على 2 ق، فدي طارت مع دي فيطلع 16 سم. يبقى الإجابة يا صديقي 16، والتحلل الآخر هيطلع معاك بقى نفس الناتج، وحل أنت بالحل الآخر لو أنت عايزه. سؤال رقم 12 ده سؤال مباشر. هل في الامتحان ممكن يجيب لي سؤال زي ده؟ والله. في الامتحان بيبقى عبارة عن إيه؟ زي ما بنقول كده استراحة، يعني بيبقى في الامتحان أو السؤال ده بيبقى استراحة للطالب من طبعا من ال 20 سؤال، أنت بيبقى عندك 18 سؤال واثنين مقالي، 18 اختر واثنين مقالي، والامتحان بتاع حضرتك بيبقى عبارة عن أول 10 أسئلة. أول 10 أسئلة دول بيبقى كل سؤال بدرجة، بعد كده بيتجه إلى 8 أسئلة أخرى في اختر كل سؤال بدرجتين، بعد كده عندك الأسئلة المقالية كل سؤال بدرجتين، أدي كده ال 30 درجة بتوع التطبيقية إن شاء الله تضمنهم بنسبة 100% بإذن الله. طيب فالسؤال هو بيقول لك تؤثر القوة ق بتساوي 4 المتجه س، طبعا ما فيش صاد يبقى كده الق بتاعتي بتساوي 4 و0، وتؤثر في النقطة أ، هو عايز العزوم حوالين ب حيث ب ب2 و5. طب ماشي، ما أنت عارف إن العزوم حوالين ب بيساوي ب أ في القوة. تمام كده؟ تمام زي الفل. طيب أنت عندك ب أ دي اللي هي أ ناقص ب، اطرح الألف من الب، تعالى كده نجيب ب أ اللي هي بتساوي أ ناقص ب عشان يبقى عملنا لك كل الخطوات. أ اللي هي ب2 و3 ناقص 2 و5، الكلام ده كله هيطلع ب صفر وسالب 2. يلا قوة دي هتبقى صفر وسالب 2، هنضربها في 4 و0. بنضرب ده في ده ناقص ده في ده، صفر في صفر بصفر ناقص سالب 2 في 4 اللي هو سالب 8، فتطلع الإجابة في الآخر 8. بس ده كده العزوم بتاع حضرتك، ده سؤال مباشر وما فيهوش أي مشكلة. السؤال اللي بعده يقول لك خط عمل المحصلة، ركز بقى، ده برضه قوة متوازية بس كلهم في نفس الاتجاه. خط عمل المحصلة يقطع أ ب في نقطة تبعد عن نقطة أ مسافة قد إيه؟ بص شايف النقطة اللي هو قال لك عليها، خد العزوم عندها. وافرض إن المحصلة تؤثر مثلا لأسفل كده أهي، دي المحصلة خلاص؟ أنا ما أعرفش مكانها فين بالظبط، وتبعد عن أ مسافة س. كلام كده، كلام زي الفل. لما ابقى اجيب السين بقى ابقى احط لك المحصله في المكان المظبوط. اولا المحصله بتساوي مجموع القوه 1 زائد 6 زائد 5 زائد 3، والميم دي متر عشان ما حدش يفتكرها رمز عادي يعني، ماشي؟ 1 متر 1 متر 1 متر، 1 6 7 و5 12 و3 يبقى 15. طيب دي كده الايه؟ دي كده المحصله. كلام زي الفل، كلام زي الفل. هنا بقى ممكن تشتغل ايه الطريقه بتاعتنا بقى. القانون بيقول ايه؟ عزم القوى حول النقطة أ بيساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة. طبعا أنت بتجيب العزوم حوالين أ، فالواحد ده عزمه بصفر. تعالى بقى نروح للستة، كله بالموجب إن شاء الله. 6 في 1 زائد 5 في 2 زائد 3 في 3، الكلام ده كله بيساوي محصلة ده 15 في س. هقسم الطرفين على 15 أو شغل أنت السولف بالآلة لو أنت بتشتغل بالسولف. تحت 15 6 في 1 ب 6، 2 في 5 ب 10، 3 في 3 ب 9، 6 و10 16 و9 يبقى 25 على 15. تعال نبسط فتطلع 5 على 3 متر. 5 على 3 متر دي 1 وتلتين، 1 وتلتين، يبقى كده المسافة بتاعتي 5 على 3. خلاص دي كده المسألة خلصت. تعالى بقى ندردش مع بعض في نفس المسألة. لو حب يرخم عليك يقول لك ايه؟ يقول لك ان النقطه خط عمل المحصله يقطع ا ب التي تبعد عن نقطه. ما يقولكش بقى تبعد عن نقطه ا، لا يقول لك تبعد في انهي اتجاه، ماشيه في انهي اتجاه. عايز اتجاه المحصله. هل هو ماشي يعني مثلا لو حطينا مثلا هنا مثلا د وهنا ج، ماشي كده، وراح سألك السؤال ده. تعال نشوف بقى الخمسة على التلاتة مكانها فين. 1 وتلتين، 1 وتلتين، يبقى أنا هكسر من هنا واروح منزل المحصلة كده تبقى مكانها هنا يا شباب. أهي دي المحصلة، وأسميها مثلا ميم. خلاص يبقى كده المحصلة دي كده الواحد وتلتين اللي هي 5 على التلاتة. يبقى كده لو أنا عايز أقول في اتجاه ألف ميم، عشان لو سألك على الاتجاه بتاعهم في اتجاه ألف ميم. خلاص كده تمام. ممكن يقول لك ايه بقى؟ انا عايز النسبه. ده حل. ممكن يسالك سؤال تاني في المساله دي بدل كده، يقول لك انا عايز خط عمل المحصله
يقسم أ ب بنسبة كام إلى كام. فأنت حضرتك بتروح تجيب، طب احنا قلنا إن ده كله بكام؟ الحتة دي كلها بكام؟ ب5 على 3. ماشي؟ طيب احنا قلنا هنا 5 على 3 الحتة دي، هتطرح منها الايه؟ الجزء ده، ركز كده، احنا قلنا ده 1 أهو، ده كده 1 أهو، 1 ده هنا تلتين، الحتة دي كده ب2 على 3، فكده يتبقى من هنا تلت. مش دي كده كلها بواحد، انا خدت منها تلتين، يبقى الحته دي كده بتلت. فانت عايز النسبه، فبتروح تجيب أ م على م ب. أ م ب5 على 3 اللي هي 1 وايه؟ 1 وتلتين، ودي هتبقى تساوي 1 وتلت، يبقى دي كده 1 وتلتين، ودي كده 1 وتلت. اكنها يعني فوق هنا 5 على 3 ويبقى هنا 4 على 3، وتمسك الآلة وتحسبها اهو، 5 على 3 على 4 على 3، فتبقى النسبة بينهم 5 إلى 4. ده لو قال لك المحصلة تقسم أ ب بنسبة كام إلى كام. خلاص، شفت السؤال ده طلعت لك منه 3 أسئلة. السؤال الأول اللي هو المسافة اللي احنا اتفقنا عليها، ممكن طبعا المسافة دي تتغير، ما يقولكش مثلا عند أ، يقول لك عند ب، فساعتها هتخلي بقى الموضوع كله من ناحية ب، مش هتاخد العزوم حول أ، هتاخد العزوم حول ب. خلاص، والسؤال الثاني هو قال لك في انهي اتجاه، والسؤال الثالث لو قال لك تقسم بنسبه كام الى كام. ماشي يا شباب، زي ما قلت لك السؤال بنحاول نجيب لك ليه كذا شكل. تمام، السؤال اللي بعده سؤال جميل، وعندك مجموعه من الاختيارات. السؤال ده حلو قوي 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 قوي، فيه كميه نواتج تعلم رهيبه، فركز بقى معايا. بيقول لك اذا كان خط عمل القوه ق يمر بالنقطه ا، تعالى بقى نقف هنا، طالما قال لك يمر بالنقطه ا يبقى العزوم حول ا بتساوي صفر، متجه العزوم حول أ بيساوي صفر. طيب يقول لك ويوازي ب ج، يوازي ب ج دي معناها ايه؟ ان العزوم حول ب يوازي، يبقى العزوم عند النقطة دي بتساوي العزوم حول النقطة دي. وينصف، يبقى العزوم حول ب بيساوي سالب العزوم حول د. خلاص، ده كده اللي انا طلعته من المعطيات اللي هو مديها لي. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. بيقول لك العزوم عند ج زائد العزوم عند د. ماشي، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نشيل العزوم حول ج دي ونحط مكانها العزوم حول ب، ونشيل العزوم حول د ونحط سالب العزوم حول ب، فيطلع الكلام ده كله المتجه الصفري. فين بقى يا مستر المتجه الصفري؟ هو العزوم حول أ. طب ليه يا مستر؟ ما انت كاتب اهو، لان خط عمل القوه يمر بالنقطه أ. ده سؤال خداع. شايف طلعنا منه كام ناتج تعلم؟ الناتج الاولاني او عشان يمر بالنقطه أ يبقى العزوم حول أ بصفر. الناتج الثاني عشان قال لك بيوازي خط ب ج يبقى العزوم حول ب بيساوي العزوم حول ج. ينصف الخط ب د يبقى العزوم حول ب بيساوي سالب العزوم حول د، او العزوم حول د بيساوي سالب العزوم حول ب، ايا منهما صحيح. خلاص، يعني دي ممكن تتكتب كده، العزوم حول د بتساوي سالب العزوم حول ب، هي. وبكده يا صديقي نكون حلينا السؤال اللي بعده، سؤال رقم 15. ركز معايا، لسه مشغلين مع بعض في الاستاتيكا اهو، ركز بقى. طيب سؤال حلو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك قوتان متوازيتان 5 و8 نيوتن، البعد بينهما 39 زي ما انت شايف، كلام جميل. إذا أضيفت للقوة التي مقدارها 5 نيوتن، القوة دي هيضيف ليها قوة. طيب ركز بقى معايا كده، قبل ما نضيف في الحالة الأولى، أنا كده عندي حالتين. تعال نشتغل في الحالة الأولى. المحصلة طبعا هيبقى مكانها هنا، لأنها تبقى قريبة من الإيه؟ هتبقى قريبة، ونفترض إنها تؤثر عند النقطة دي، تبقى قريبة من القوة الأكبر، والاثنين في نفس الاتجاه، يبقى المحصلة بتساوي 8 زائد 5 يبقى بتساوي 13. وممكن بقى نروح نجيب طول أ ج وطول ج ب بأنهي منهما؟ إيه أي منهما بقى؟ في حلين. هتقول له مجموع العزوم القوة حول النقطة أ، مجموع العزوم حول النقطة أ بيساوي عزم المحصلة عند نفس النقطة، ده حل. في حل تاني اللي انا قلت لك عليه، اللي انا حليت بيه من شويه، اللي هو هناخد مثلا القوه 5 على البعد ما بين القوه الاخرى والمحصله اللي هي ب ج بتساوي القوه 8 على البعد ما بين القوه الاخرى والمحصله اللي هي أ ج، اللي بتساوي المحصله اللي هي 13 على البعد بين القوتين اللي هو ب 39. نعمل مقص، يبقى كده ب ج هيساوي 5 في 39 على ال 13، فيطلع كده كام؟ 39 على 13 فيها التلاتة ب5 ب 15 سم. وأ ج هيساوي 8 في 39 على ال 13،
فيطلع 24 سم. يبقى كده ب ج ب 15 وأ ج بتساوي 24 سم. خلاص كده احنا خلصنا الايه المرحله الاولى. يا شباب كده احنا في الحاله الاولى استفدنا ان احنا جبنا المحصله وجبنا طول ب ج وأ ج. الحاله الثانيه بقى تعالى نرسمها كده واحده واحده. ادي الرسمه اهي. هنا 8 قلنا ان المحصله طبعا الجزء ده كده ب 15. المحصله هتبعد مسافه هتبعد يعني من هنا 5 وتقترب هنا 5. يبقى هتيجي هنا كده. يبقى الحته دي كده هنسمي مثلا الحته دي مثلا ج. خلي مثلا دي د النقطه اللي هتبعد اهي. خلي مثلا دي د ودي ج ودي الالف زي ما هي، بس دي هتبقى 5 زائد ق بقى اللي هو هيزودها. يبقى المحصله ب 13 زائد ق اكيد مش هتفضل زي ما هي. وهنا النقطه هتبقى النقطه ب دي ب 15 زي ما هي. دي بقى بكام؟ دي كده ب5. يبقى دول كده كام؟ يبقى دول كده 30. هتبقى مسافه 8. 8 زائد 15 يبقى كده فاضل 16 عشان يبقوا كلهم 39 كده مظبوط. خلاص كده يعني نجمع كده 8 زائد 15 3 وكده 3 و 3 8 زائد 15 كده 23 زود عليهم 16 يبقى كده ال 39 زي ما هم كده زي الفل. كده احنا مقسمين الدنيا مظبوط. تعالى بقى نشتغل. قلت لك عندك حل من الاثنين. يا اما حضرتك تشتغل عزم حول اي نقطه بتساوي عزم المحصله عند نفس النقطه، يا اما تشتغل بالطريقه اللي قلت لك عليها اللي هي 5 زائد ق على البعد اللي ما بين المحصله والقوه الاخرى اهي اللي هو ده كله اللي هو ب 23. الكلام ده كله بيساوي القوه 8 على البعد بين القوه الاخرى والمحصله اللي هي 16. الكلام ده كله بيساوي المحصله اللي هي 13 زائد ق على البعد كله اللي هو كام ب 39. عندك بقى يا اما تعمل مقص هنا يا اما من هنا انت عايزه. المقص هنا كده مثلا نقول 5 زائد ق بتساوي 23 في 8 على ال 16. يبقى 5 زائد ق بيساوي 23 في 8 على ال 16 فيطلع الناتج 11 ونص. اطرح منه بقى 5 يبقى ناقص 5 يبقى الكلام ده كله هيطلع ب 6.5 نيوتن. ما دي القوة هتطلع ب 6.5 نيوتن. سؤال حلو، سؤال جميل، خلي بالك منه. السؤال اللي بعده نفس الحدوته، نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت. يقول لك قوتان 8 و12 متوازيتان، اذا تحركت القوه التي مقدارها 12 اتحركت في الاتجاه مين؟ مشيت في الاتجاه ا ب. اتحركت في الاتجاه ا ب. طيب مسافه 5 نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت. ركز بقى. بيقول لك فعلا المحصله تتحرك مسافه كام في اتجاه ا ب. ماشي تعالى بقى واحده واحده. المرحله الاولى والمرحله الثانيه. الحاله الاولى المحصلة هتبقى قريبة هنا من القوة الأكبر دي المحصلة وتؤثر مثلا في النقطة دي. تعالى بقى نشتغل نفس الشغل بتاعنا. احنا قلنا إن المحصلة هتساوي مجموع القوتين اللي هو 8 زائد 12 فيبقى كده 20. بعد كده قلنا بقى هنجيب القوة على البعد اللي ما بين القوة الأخرى والمحصلة اللي هو 10 يبقى 8 على ج ب أو ب ج بتساوي القوة 12 على أ ج بتساوي المحصله اللي احنا جبناها ب 20 على البعد كله اللي هو 10. اعمل مقص عشان تجيب ب ج وأ ج. يبقى ب ج هيساوي 8 في 10 على ال 20 هيطلع 4. وأ ج هيبقى 12 في 10 على ال 20 هيطلع 6. يبقى احنا كده قسمنا ان أ ج دي كده ب6 ودي كده ب4 ومنطقيه والدنيا زي الفل. دي الحاله الاولى. تعالى بقى الحاله الثانيه. مسألة فيها حالتين. بيقول لك إيه؟ التي من القوة اللي مقدارها 12 تتحرك في الاتجاه أ ب مسافة 5. ركز بقى معايا كده الله يهديك. ركز بقى معايا أهو نرسم رسمة جديدة عشان تفهم الدنيا. طيب هنا دي 8 ودي 12. القوة دي اتحركت يعني القوة دي اتنقلت. هي كانت كده فاتنقلت خرجت بره أهي. استنى هرسمها لك بلون تاني عشان تفهم أنا قصدي إيه. أهي دي اتحركت مسافة كده أهي. مشيت مسافة هنا كده. مسافة قد إيه؟ مشيت 5. هنسميها مثلا ب شرط. خلاص. يقول لك فإن المحصلة تتحرك مسافة. المحصلة هي كمان هتتحرك مسافة أهي. المحصلة هنسميها مثلا هنا ج شرطة. خلاص دي القوة 12 ودي المحصلة. رسمتنا بقى الجديدة بعد التعديل القوة 8 دي معايا دي مش معايا ودي مش معايا يبقى اللي معايا 8 وح وال 12.
خلاص كده يبقى انت كده شغال مع اللي بالموف ده كده، اللي هي ج شرطه ب شرطه والف. تمام يا شباب؟ تمام كده. ركز بقى معايا عشان ايه ما تتلخبطش. ففي الحاله الثانيه بقى المحصله اللي هي قيمتها ثابته ما بتتغيرش اللي هي 20. خلاص يبقى المحصله دي اللي هي قيمتها بيساوي كام؟ 20 اهي. المحصله اهي اللي هي قيمتها عشان ما تتلخبطش اهي. هنا المحصله اللي هي قيمتها 20 دي بقى مالهاش دعوه ودي مالهاش دعوه. شغالين بقى على دول. طيب تعالى بقى نشتغل مع بعض كده. احنا عايزين نعرف الحته دي كده تبقى بكام، فالحته دي كده هنسميها س. ماشي كده؟ ركز معايا. ركز معايا عشان تفهم القصه ماشيه ازاي. طيب تعالى كده، احنا قلنا احنا المسافه من هنا لحد هنا ب4 ودي معاها 5، الحته دي كده كلها ب9، الحته دي كده بس اللي انا عايز اعرفها. طيب اشتغل بقى معايا كده سنه سنه. احنا قلنا هناخد القوه 8 على البعد اللي ما بين القوه الاخرى اللي هي عندي ب شرطه والمحصله اللي انت حاططها عند ج شرطه، يبقى ب شرطه ج شرطه بتساوي القوه 12 على البعد اللي هو ا ج شرطه. ليه؟ مالناش دعوه بقى بالجيم دي خالص بقى، يعني مالناش دعوه بالجيم اللي هنا، الجيم اللي هنا دي احنا لغيناها اهو، يا رب تكون مركز، هي دي الحته اللي هتلخبطك بس. بتساوي المحصله اللي هي ب 20 على اللي ما بينهم كلها ا ب شرطه. تعالى بقى نشوف كده 8 على ب شرطه ج شرطه اهي، ب شرطه ج شرطه اللي الحته دي كلها ما اعرفش بكام. بتساوي ا نقطه ا ج شرطه هي عباره عن 6 زائد س. الكلام ده كله بيساوي 20 على ا ب شرطه، من ا لحد ب شرطه. انت معاك من هنا لحد كده، انت كده على 10 ومعاك 5 يبقى 15. احنا عايزين نجيب قيمه السين، فانا هعمل مقص من هنا. لو كان عايز ب شرطه ج شرطه كنت جبتها، بس انا مش عايزها، وعايز المسافه اللي انا فارضها بايه؟ بس. يبقى هقول له 6 زائد س بتساوي 12 في 15 على 20. يبقى 6 زائد س بتساوي، تعالى كده نعملها بالاله، 12 في 15 على 20 فيطلع الناتج 9. ودي بعكس الاشاره يبقى السين هتساوي 3. يبقى المسافه بتاعتنا في اتجاه ا ب هتبقى 3 سم. سؤال حلو جدا. السؤال اللي بعده، دخلنا بقى يا صديقي على الديناميكا. ركز بقى، الديناميكا مشكلتها كلها في التحويلات وشويه قوانين على شويه حاجات كده جميله، هتلاقي المساله جت معاك. بسم الله. يقول لك جسم كتلته 1.5 طن، اهو لسه ما خلصتش الكلام. 1.5 طن وعايز السرعه بالكيلو ومديك هنا شو ده، الدنيا متلخبطه على الاخر. تعالى بقى نروق كده على نفسنا. يبقى 1.5 ب 1000، 1.5 في 1000 يبقى 1500 كيلو، عشان انت شغال وحدات كبيره. طاقه الحركه بتساوي 168750 جول، كلام زي الفل. وهو عايز مني السرعه، انا هجيب السرعه بالمتر على الثانيه بعد كده احولها. كلام جميل كلام جميل. انت عارف ان طاقه الحركه بتساوي نص الكتله في مربع السرعه. طاقه الحركه اللي هي ب 1618750 بتساوي نص في ال 1500 في العين تربيع. فهتطلع العين، تعال نشوف كده السولف على طول. 1688750 نص في 1500 في 1000 قوس يمين تربيع، فشيفت كالك يساوي، فتطلع ان السرعه بتساوي 15 بس متر على الثانيه. انت عارف بقى ان انا هحول متر على الثانيه لكيلو متر كل ساعه اضرب في 18 على 5، صح ولا ايه؟ يبقى 15 في 18 على 5 يبقى 54 كيلو متر لكل ساعه. الاجابه يا صديقي 54. السؤال اللي بعده في الديناميكا برضو. كده خلصنا مراحل الاستاتيكا، دخلنا على الديناميكا. يقول لك الشغل المبذول لرفع كتله مقدارها، السؤال ده حلو جدا وهنركز فيه عشان ممكن يجي لك بكذا طريقه. طيب ركز معايا كده واحده واحده. يقول لحضرتك عايز الشغل المبذول رفع كتله مقدارها 200 جرام مسافه 10 متر راسيا لاعلى. طيب ركز بقى معايا. اولا الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي قوه في ازاحه، صح كده؟ قوه في ازاحه، قوه في ازاحه ضرب قياسي اهو. متجه للشغل بيساوي القوه توتال ف. طيب القوه دي بقى ممكن تتغير، ممكن تكون جسم مثلا على مستوى مائل، فيبقى الشغل المبذول باستخدام وزن الجسم اللي هو كاف د جا سيتا او جا هي جا الزاويه على حسب ما انت بتسميها.
ممكن بقى يقول لك ضد المقاومات، ممكن يقول لك ضد الوزن، او ممكن يقول لك الشغل المبذول من الوزن. خلي بالك بقى، لو قال لك من الوزن يبقى بالسالب، ضد الوزن او ضد المقاومات يبقى بالموجب، يبقى ضد بالموجب. من هتسيبها بقى زي ما هي على حسب، من المقاومات بالسالب. شغل المبذول من القوه موجب عادي، شغل المبذول من الوزن يبقى بالسالب. ركز بقى، هو بيقول لك الشغل المبذول رفع كتله مقدارها 200، دي الكتله، مسافه 10 متر. اولا الكتله مش هينفع اشتغل بيها كده، فاقول له 200 على 1000، فهتبقى صفرين طار، يبقى 2 من 10 كيلو. والمسافه اللي هي الازاحه بتاعتي 10 متر. رأسيا لأعلى، الجسم ماشي لأعلى، وهو كده كده وزنه كاف د، صح؟ الجسم طالع لفوق، يبقى هو كده ضد الوزن، ضد الوزن. يبقى كده الشغل المبذول هيساوي سالب كاف د في الف، صح كده؟ ماشي، بس خلي بالك بقى، هو ضد، فهنحط سالب تاني، فهيطيروا مع بعض، فيبقى كده الشغل المبذول هيساوي كاف د في الف. خلاص. طب ليه حطيت سالب هنا؟ علشان عكس اتجاه الحركه، الوزن لتحت، يبقى كده هو ضد الوزن. يا رب تكون مركزت في الحته دي. بس هي دي اللقطه بتاعت السؤال. الكاف اللي هي 2 من 10 في الدال 9 و8 شغاله وحدات صغيره في المسافه اللي هي 10. بس حط الكلام ده بقى على الاله والمساله خلصت. يبقى 2 من 10 في 9 و8 من 10 في 10، فيطلع الكلام ده يا صديقي ب 19 و6 من 10 جول. يبقى الاجابه 19 و6 من 10. يا رب تكون ركزت في التفاصيل اللي انا قلتها. تمام. السؤال اللي بعده ده برضه هيبقى فيه حدوته كده، فهنركز فيها مع بعض. بسم الله. يقول لك جسم كتلته 200. اقرا بس السؤال الاخر ونشوف. بص، هو عايز بالنيوتن، وانت هنا شغال بالثانيه ومتر على الثانيه، يبقى دي ما تنفعش تشتغل بيها كده. يبقى الكتله بتساوي 200 على 1000، فهتبقى 2 من 10 كيلو جرام. هو مستحيل يجيب لك المساله وما فيهاش تحويلات، لازم ديناميكا يعني تحويلات. يتحرك افقيا بسرعه، يبقى انا كده معايا السرعه الاولى بقى ب 10 متر على الثانيه. اصطدم بحاجز رأس وارتد. أول ما تلمح كلمة ارتد، يبقى لو هو طلب منك دفع أو لو طلب منك التغير في كمية الحركة يبقى بالموجب. ما قالش ارتد يبقى بالسالب. خلاص. يبقى عين 2 بتساوي 4 متر على الثانية. يا رب تكون بتركز في الكلام اللي أنا بقوله وبتدونه عندك، عشان إيه؟ بنراجع عامة، مراجعة عامة على كله. يبقى تاني، لو قال لك ارتدت، يبقى أنت وأنت بتكتب القانون هيتكتب كده: التغير في كمية الحركة بيساوي الكتلة في السرعة. يبقى هتقول عين 1 زائد عين 2، ده لما يقول لك ارتد. ما قالش، يبقى دلتا م بتساوي التغير في السرعة اللي هي عين 2 ناقص عين 1. اهو ده عدم الارتداد. يعني ما قالش ارتد، هنا لازم يقول لك ارتداد. قال لك ارتداد تكتب القانون كده. اتفقنا. طيب بيقول لك ان الزمن 5 من 100 ثانية. كلام زي الفل. لو عايز مقدار القوة الدفعية، خلاص، الدفع بيساوي قوة في زمن اللي هو بيساوي التغير في كمية الحركة. القوة عندك هو عايزها في الزمن اللي هو 5 من 100. الكلام ده بيساوي التغير في كمية الحركة اللي هي الكتلة في عين 2 زائد عين 1. ليه؟ عشان قال لك ارتد. الكتلة اللي هي 2 من 10، عين 2 اللي هي ب4 زائد عين 1 ب10. حط بقى الهيصة دي اقسم على 5 من 100 هنا وهنا، وعلى الآلة على طول عشان تديك القوة الدفعية بالنيوتن. شغال وحدات كبيرة. على الآلة كده يبقى 2 من 10 في 14، 2 من 10 في 4 و10 14 على 5 من 100، فيطلع الناتج 56. صديقي الإجابة 56. ممكن بقى صاحب السؤال ده يجي بكذا شكل تاني. تعالى بقى نمسك السؤال ده نوريك ممكن يجي بشكل عامل ازاي. خلاص، دي القوة الدفعية في حالة الارتداد. ممكن بقى يقول لك ايه؟ ممكن يستغل النقطة دي، يقول لك ايه؟ انا عايز الضغط. ركز كده. ممكن يقول لك ايه؟ انا عايز الضغط الجسم، ضغط الجسم او رد فعل الجسم لما يكون الجسم مرتد. يعني لما يكون الجسم اصطدم بحاجز رأسي. لو قال لك اصطدم بحاجز رأسي يبقى كده اهو. استنى هكتبها لك الثلاث حالات عشان لو انت حبيت ايه تسجلهم عندك. لو قال لك عايز ضغط الجسم في حالة الاصطدام بحاجز
رأسي بحاجز رأسي. يبقى في الحالة دي هتقول له إن الضغط اللي هو رد الفعل بيساوي القوة. هما الاتنين واحد، عشان هنا الوزن بيؤثر إيه معاهم تحت، ملوش دعوة بالقصة دي. هو الوزن اللي تحت أنا بقول لك ارتد رأس. خلاص؟ طيب أهو ارتد بحاجز رأس، اصطدم بحاجز رأس. طيب دي حالة. الحالة التانية لما يقول لك أنا عايز ضغط الجسم في حالة الاصطدام أو حالة الجسم يتحرك رأسيا لأسفل، رأسيا لأسفل. فهتقول له إن الضغط اللي هو رد الفعل بيساوي ق زائد ك د. المعلومات دي وربنا ما هتلاقيها في أي حتة. أما لو قال لك عايز الضغط الجسم في حالة الاصطدام رأسيا لأعلى، يبقى رد الفعل هيساوي قوة ناقص الكاف د. عشان ممكن ايه بدل ما يقول لك عايز القوة الدفعية يقول لك عايز الضغط. تمام؟ السؤال اهو فطلعنا منه 3 أسئلة. السؤال اللي بعديه سؤال حلو، بيقول لك أثرت القوة ق1 ق2 ق3 كلها بالنيوتن، شغال وحدات كبيرة، على جسم لمدة 3 ساعات مقدار الدفع. طب ماشي، هنا مقدار الدفع بتاع حضرتك الدفع بيساوي، هنا بقى يبقى المحصلة في ايه؟ في المحصلة في الزمن. خلاص، المحصلة في الزمن. بس بعد ما تجيبها كمنتجات هتجيب المعيار بتاعها عشان هو عايز المقدار. كلام زي الفل. يبقى تعالى بس الاول نجيب المحصله. المحصله بتساوي ايه؟ جمع ق1 زائد ق2 زائد ق3. ق1 اللي هو 2. خلي بالك بص بقى الخدعه المميته دي بقى. بص 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 بص، كاتب لك صاد الاول بعد كده س، فركز بقى. يبقى هنا 2 و3 هنجمعها مع سالب 5 و1 هنجمعها مع سالب 3 وسالب 4. ركز بقى. 2 وسالب 5 يبقى سالب 3 وسالب 3 يبقى سالب 6. 3 و1 4. 4 شبه يبقى بصفر. كلام زي الفل، كلام زي الفل. دي كده مين؟ دي كده المحصل. هات لي بقى الدفع يلا. متجه الدفع بيساوي، هنقول سالب 6 وصفر هنضربه في الزمن اللي هو ب3، فيطلع في الآخر سالب 18 وصفر. عايزين بقى نجيب المعيار بتاع الدفع. هيساوي القيمة المطلقة لسالب 18 فيطلع ب 18 نيوتن في ثانية. سؤال حلو. هو ما بيجيش إلا بالطريقة دي السؤال ده. تعالى بقى نراجع على البقرات. عشان بص مش واخدين الدنيا كلها، ما تقلقش هديك سؤال مصعد والدنيا وكل حاجة. بص في البقرات بقى لازم تشوف فين الكتلة الأكبر، مين هيشد مين، فلازم تبقى عارف. ماشي؟ ركز بقى معايا. هو بيقول لك المجموعة تحركت من السكون يعني عين ضد بصفر بعجله. يبقى انا كده معايا العجله ب 280 سنتيمتر على الثانيه تربيع وجرام. يبقى انا كده وحداتي مظبوطه، شغال وحدات صغيره اهو. طيب كلام زي الفل. بقول لك ان ال 90 اكبر من الكاف، يعني دي كده دي كده نازله ودي كده طالعه. ممكن انت بقى تزود الرسمه. هنا في شد في البقره، دي البقره اهي، وهنا في شد برضو. هنا بيكون في 90 د وهنا هيبقى كاف د. خلاص. في طالب بيقول لك ايه؟ انا ما بحفظش، انا حافظ قانون العجله اهو. العجله بتساوي الكتله الكبيره مثلا كاف واحد ناقص الكتله الصغيره على مجموع الكتل في عجله الجاذبيه الارضيه. انا حافظ القانون، انت مش حافظ القانون. والله ممكن تطلع ايه؟ ممكن تطلع من هنا معادله حركه من المعادلات تعرف تجيب منها العجله. خلاص، اللي هو اللي في اتجاه الحركه ناقص عكسها بيساوي كاف ج. قانون نيوتن الثاني يا معلم اللي هو 90 د ناقص الشين. الكلام ده كله بيساوي كاف ج. اللي في اتجاه الحركه بيساوي كاف ج. ماشي. وممكن بقى تشغل الدنيا من هنا فتجيب لي العجله من هنا، فتقول لي ان العجله بتساوي او تجيب الشين من هنا، يعني تقول له ان الشين بتساوي 90 د ناقص كاف ج، وتجيب الشين من هنا وتساويهم ببعض وتجيب العجله. فاهم؟ يعني ممكن تستنتجها. خلاص، تجيب المعادله من هنا ومعادله من هنا وتستنتجها. يا اما احفظ القانون، الكتله الكبيره ناقص الصغيره على مجموع الكتل في عجله الجاذبيه. سهله. الكتله الكبيره 90 ناقص الكتله الصغيره كاف على 90 زائد كاف، والعجله اصلا عندك بكام؟ ب 280، والدال هتبقى 980 عشان شغال وحدات ايه؟ شغال وحدات صغيره. حط بقى الكلام ده على الصلب يطلع لك الكاف بالجرام وخلصت المساله. يبقى 280 قوس يمين نعمل شرطه كسر ونكتب 90 ناقص 1000 قوس يمين على
90 زائد كاف، 90 زائد كاف اللي هي اكس مضروبا في 980. شيفت كالك يساوي الكلام ده كله، هتطلع الكاف في الاخر ب 50 جرام. يبقى الاجابه يا شباب 50. ممكن يطلب منك الشد بقى، يعني ممكن يطلب منك هنا سؤال يقول لك عايز، ممكن يقول لك عايز ضغط على البخر يساوي 2 في الشد، خلاص، عشان برضو يبقى انت الدنيا معاك شغاله مظبوط. في سؤال بقرات تاني اهو برضو سؤال حلو، بيقول لك كاف واحد اكبر من كاف 2. ماشي، فين كاف؟ تعالى بس نكمل. ادي البقره هنا، هنا في شد، هنا في نفس الشد لانها نفس البقره. هنا هيبقى كاف واحد د، كاف 2 د. هنا مين اكبر من مين؟ كاف واحد اكبر، يبقى الجسم ده نازل والجسم ده طالع. عايز تطلع معادله الحركه دي هتقول له كاف واحد د ناقص ش بتساوي كاف ج. وهنا كاف 2، لا الجسم طالع يبقى اللي في اتجاه الحركه ش، يبقى ش زائد ش ناقص كاف 2 د، الكلام ده كله بيساوي كاف ج. تيجي تحل معادلتين مع بعض هتحل بس ماشي، تعرف تطلع العجله وكل حاجه. يا اما انت لو اتحركت العجله من السكون يبقى عين دوت بتساوي صفر، ودي العجله هنا شغاله وحدات ايه؟ شغاله وحدات صغيره. ماشي، تعالى نكتب قانون العجله اللي هو بيساوي الكبيره ناقص الصغيره على مجموعهم في عجله الجاذبيه الارضيه. العجله اللي هي ب 98، كاف واحد هي الكبيره ناقص كاف 2 الصغيره على كاف واحد زائد كاف 2 في 980. هنا مش هينفع سولف بقى عشان في مجهولين، فهنقسم هنا على 980 وهنا على 980، فدي طريقة معادي. يبقى كده معايا كاف واحد ناقص كاف 2 على كاف واحد زائد كاف 2، الكلام ده كله بيساوي 1 على 10. هنعمل مقص 10 في كاف واحد يبقى 10 كاف واحد ناقص 10 كاف 2، الكلام ده كله بيساوي كاف واحد زائد كاف 2. هنودي كاف واحد هنا ونجيب كاف 2 هنا، يبقى كده 9 كاف واحد بيساوي 11 كاف 2. هو عايز مين على مين؟ هو عايز كاف واحد على كاف 2، الكلام ده كله بيساوي 11 على التسعة. يبقى النسبة يا صديقي 11 إلى 9. سؤال جميل. السؤال اللي بعده يقول لك إذا كان جسم يتحرك بسرعة، ركز بقى، يبقى أنا كده معايا السرعة تساوي 1 متر على الثانية. يقول لك من نقطة ثابتة. كلمة نقطة ثابتة دي معناها إن رد الفعل عندك أو متجه الموضع الابتدائي بصفر. ده لما يقول لك كلمة نقطة ثابتة. ومعاك العجلة، ركز بقى، العجلة بتساوي ه أس 2 ر، وبيقول لك عايز عين تربيع. طب ركز بقى، هنا لو عايز منك العجلة، أنت عندك قانون العجلة بيقول تفاضل السرعة بالنسبة للزمن، صح؟ ده لو كانت الإيه؟ لو كانت السرعة دالة في الزمن. طب السرعة عندي مش دالة في الزمن، السرعة عندي هنا دالة في ر، ر دي اللي هو متجه الموضع. إن شاء الله تكتب القانون ده اللي هو ج بتساوي عين في د عين على د ر. يبقى بستخدم القانون ده امتى؟ لما تكون العجله داله في متجه الموضع. وركز في حاجه، ان هو ممكن دي تتكتب كده ه اس 2 س، هي السين هي الراء، هي الاثنين واحد، ومعناهم متجه لايه؟ معناهم متجه الموضع. ولما يقول لك نقطه ثابته يبقى متجه الموضع اللي هو س دوت او ر دوت، الاثنين هم واحد، الاثنين دول بصفر. خلاص. طيب عشان بقى نقدر نتحرك من هنا هنروح نكامل الطرفين. هتروح تكامل الطرفين. العجله عندك بتساوي يبقى عين مضروبه في د عين على د ر، الكلام ده كله بيساوي العجله اللي هي ه اس 2 ر. هنكامل الطرفين، يلا نكامل. نحط علامه التكامل هنا وهنا، وهنحط الد ر الناحيه دي عشان انت هنا هتكامل بالنسبه لر وهنا هتكامل بالنسبه لعين. يعني في الاخر المساله يبقى شكلها كده عين د عين، وهنا ه اس 2 ر د ر. يلا نكمل. فاكر التكامل، هنزود على الأس واحد ونقسم على الأس الجديد. يلا نزود على الأس واحد نقسم على الأس الجديد، يبقى نص عين تربيع. هنا بقى ما تنساش تكامل اله، ما تنساش تضرب في مشتقة الأس، دي مشتقتها 2 اقسم عليها يبقى نص ه أس 2 ر زائد ثابت. أظن أنت أستاذ في الحاجات دي، المفروض أنت واخدها في البحث. طيب كده احنا كملنا الحمد لله. فاضل إيه بقى يا صديقي؟ فاضل إن أنت تعوض عشان تقدر تجيب قيمة الثابت. ما أنت عندك ر دوت بصفر والجسم عندك السرعة بواحد، فكده هيطلع الثابت بصفر. يبقى كده بقت المسألة نص عين تربيع بتساوي نص ه أس 2 ر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايز تخلص من نص، اضرب في 2، يبقى عين تربيع بتساوي ه أس 2 ر.
هو الراجل بيقول لحضرتك ايه؟ عند ر بتساوي 1. يلا حط مكان الر 1 فهيطلع في الاخر ان ع تربيع بتساوي ه تربيع. هو كان عايز مني في السؤال ع تربيع، يبقى ع تربيع بتساوي ه تربيع. سؤال حلو، وخلي بالك الفرق ما بين السؤال ده ممكن يجي لك بشكل تاني. يعني بدل ما يجي يقول لك ان العين ج داله في الراء، ممكن يقول لك كده ه اس 2 ن. ساعتها هتقول له ان العجله بتساوي د ع على د ن، وتشتق على طول. والاشتقاق ده اشتقاق الهاء نفسها في مشتقة أسها اللي هي 2 ه أس 2 ن. خلاص، يبقى السؤال ده ممكن يجي لك بالشكل ده، ساعتها هتفاضل على طول وتعوض. مفيش بقى ولا تكامل ولا ثبات ولا وجع الدماغ. ما تنساش الحته اللي انا قلت لك عليها، نقطه ثابته يبقى متجهه الموضع الابتدائي بصفر. طيب شوف السؤال الاخير، ركز بقى معايا كده عشان السؤال ده حلو جدا جدا جدا، وسؤال فكرته يعني ايه، حاولنا كده نغير فيها حاجه عشان ممكن تجي لك في الامتحان باذن الله. ركز بقى معايا، بيقول لك كره كتلتها 100 جرام. ماشي، ركز بس في التحويلات، سيبها دلوقتي، هنقرا السؤال الاخر ونشوف محتاج نحول ولا لا. تتحرك في وسط ممتلئ بالغبار، ويتراكم الغبار على سطحها بمعدل. هنا بقى الكتله اتغيرت، طالما قال لك بمعدل كده يبقى الكتله اتغيرت. ركز معايا قوي في السؤال ده، السؤال ده فيه حته تراكميه من ثانيه ثانوي، فركز. يبقى ده الكاف على ده النون، طالما قال لك ويتراكم الغبار على سطحها يبقى كده الكتله اتغيرت بمعدل. المعدل ده قدره 6% جرام لكل ثانيه. اهي جرام دي وحده قياس الكتله، وبالتالي هنا التغيير حصل في الكتله. وتتحرك بسرعه ثابته. ركز بقى، انا شغال بالداين، يبقى انا كده شغال وحدات صغيره. يبقى الكتله حضرتك هتسيبها زي ما هي، المعدل هتسيبه زي ما هو، اللي هيتغير السرعه. هي عندك بالمتر، حول بقى من متر لسنتي اضرب في 100، يبقى الكلام ده كله بيساوي 1000 سنتيمتر لكل ثانيه. خلاص انا كده تحويلاتي مظبوطه ودنيتي مظبوطه. هو بيقول لك الكلام ده كله عند ن بتساوي ايه؟ بتساوي 10. طيب كلام زي الفل. انت حضرتك عايز ايه؟ عايز القوه. كلام جميل. يبقى القوه بتساوي السرعه بتاعتك مضروبه في التغير في الكتله بالنسبه للزمن. يبقى ق بتساوي ال6 من 100 تضربها في ال1000. شوف الكلام ده هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 60. يبقى الإجابة في الآخر هتبقى 60 داين. وبكده يا صديقي نكون انتهينا من مراجعة ليلة الامتحان فرع التطبيقية. أتمنى من الله التوفيق لكم جميعا بإذن الله، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.